مرحبا حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير يا رب. يوم جيتكم فيديو جديد. طبعا اشتريت مقشر مال جسم، ومثل ما تشوفون عبارة عن عبالك يعني رمل خشن خشن، ما بي اي ترطيب، ما بي عبالك شكر وخشن هماتين. تعالوا نسوي له اعادة تصنيع او نستغله بصورة صحيحة ويكون عندنا احسن مقشر. اضفت كل الموجود بالعلبة بكاسة او من كاسة، شنو تسموها انتو. هنا أنا التليفون طلع ما يصور، فكنت حاطة عبارة زيت لوز حلو ونوعين مرطبات جسم وغسول جسم، وهنا قطرات من عرق السوس. طبعا عرق السوس كلش خوش نوعية انه ينطي تفتيح للجسم. خليناهم كلهم بكاسة، اضافة انه اهم شي زيت اللوز الحلو. هنا أنا عندي نيلة، وطبعا هذا من عطار وقال لي أصلية لأنه بسرعة ينغسل لونها. راح نبدي نخفق بالخفاقة، كلش ضروري بالخفاقة نخفق، لأنه الشكر اللي موجود بهذا المقشر كلش خشن، يعني يأذي الجسم وما بي أي شلون ما يعني ما بي أي ترطيب. هنا الأطراف نلمهن ونرجع نخفق مرة ثانية. شوفوا كمية الزيوت الموجودة بيه، شوفوا شلون سويته، مليان زيوت يرطب جسم من أعماق أعماقه. هذه تجربة حية قدامكم. وزعت كل المقشر على ايدي مثل ما تشوفون، وهذه غسلتها مباشرة. تشوفون كمية شلون مترطبة الايد. هاي قدامكم احسن ما ينشمر، لانه الجودة مالته مو تمام. سوينا هذا المقشر سوا. اذا حبيتوا الفيديو لا تنسوني باللايك والتعليق الحلو.